همسة القلب. إنك تاخد خطوة في حياتك تغير بيها حياتك، دي حاجة مهمة جدا. إنك تاخد قرارات كتير وتنفذها حتى لو فيها قرارات ممكن تكون غلط، يبقى أنت هتتعلم أكيد من القرارات الغلط وهتستفيد وتتقدم بالقرارات الصح. إنك تقرب من الناس وتبعد عن الناس علشان راحتك النفسية. إنك تعيش لحظات ولو صغيرة في المكان اللي بترتاح فيه أحسن كتير من لحظات مش مرتاح فيها. إنك تتعامل مع الناس بأخلاقك أنت، مش زي ما هما بيتعاملوا، ده ذوق منك مش ضعف. إنك تحترم الناس وتقدر اللي قدامك، ده واجب عليك. إنك تفرح لفرح اللي حواليك وتزعل عشان زعلهم. إنك تضحك من قلبك مع الناس اللي بتحبهم. إنك تدي الفرصة للي معاك إنه يتكلم ويفضفض باللي جواه، ولو في مشكلة معاه تحاول تحلها له. إنك تفضفض مع اللي تحس معاهم بالأمان وترتاح معاهم بالكلام. إنك توصل للسلام النفسي، إنك ما تزعلش من حد لمجرد موقف حصل، التمس دايما الأعذار. إنك تحب اللي حواليك لكن تعمل حدود للي بكلامهم ممكن يؤذوك. مبادئ وأساسيات كتير المفروض تكون في حياتنا. حياتنا دي ملكنا، ندخل فيها اللي عايزينه يدخل ونخرج منها اللي مش مرتاحين معاه. الحياة مش مستاهلة ان ابص على ده واحسده على نعمة ربنا اداهله، ولا مستاهلة ان ازعل من حد واضايقه واقف قدامه، ولا مستاهلة ان اتعامل مع حد وانا مش مرتاحه له. ساعات كتير قوي تحس بحاجة بس مش عارف تشرحها او توضحها. ساعات بيمر عليك اوقات كتير وحاسس بالضيق. حاول دايما تخرج نفسك من القوقعة اللي انت حاطط نفسك فيها. رتب حياتك واولوياتك زي ما انت بتحب وزي ما انت بترتاح. عيد ترتيب اولوياتك ونظم حياتك عشان تعيش مرتاح. هترتاح بجد. هترتاح بجد لما تعمل الحاجة اللي بتحبها مع الناس اللي بتحبها في الأوقات اللي بتحبها. هترتاح بجد لما تاخد قرار إنك هتتعامل بوضوح مع اللي حواليك من غير كذب أو تزييف للحقائق. هترتاح بجد لما تقرر إنك مش هتعمل حاجة كنت بتتضايق قوي إنك بتعملها لأنها ضد مبادئك اللي اتربيت عليها. هترتاح قوي لما تقرب من ربنا وتكلمه ويكلمك وانت متأكد إنه سامعك. متأكد إنه سامعك وانت بتناجيه وتكلمه في صلاتك، ومتأكد إنك لما بتقرأ كلام ربنا إن بيوجه لك كلام ورسايل ونصايح وقصص تتعلم منها. هترتاح قوي لما تحس من جواك إنك راضي عن نفسك وجواك سلام نفسي لكل اللي حواليك. نظم حياتك عشان ترتاح. خلي فيه وقت دايما لنفسك، تقعد مع نفسك وتحاسبها وتكلمها وتشوف إيه الصح اللي انت عملته وتكافئ نفسك عليه، وإيه الغلط اللي انت عملته وتحاسب نفسك عليه. خلي فيه وقت في يومك لنفسك انت ترتاح فيه من أي كلام، وقت تحس فيه بالراحة والأمان. خلي ليك أصحاب تكون بترتاح في الكلام معاهم وتثق فيهم ويبقوا هم النور اللي بينور حياتك. أصحاب ما تخافش لما تحكي لهم وتفضفض معاهم لأنك عارف هم قد إيه بيحبوك وهيبقوا دايما خايفين عليك، وأسعد الأوقات هتبقى وانت في صحبتهم. حاول تقرب من حبايبك سواء أهلك أولادك جيرانك. اخلق لحظات حلوة بينكم تسعدهم وتسعدك، لحظات تفضل فاكرها لما تبقى بعيد عنهم أو الظروف تبعدكم. بجد اللحظات اللي انت بتبقى حريص فيها انك تسعد مامتك او باباك بكره تفتكرها بينك وبين نفسك وتدعي لهم ولو هم عايشين، وتدعي لهم لو هم مش موجودين والدنيا فرقتكم. اللحظات اللي بتبقى قريب فيها من اخواتك وتسأل عليهم وتطمن بوجودهم، ولما تتجمعوا مع بعض تضحكوا من قلبكم على مواقف واحداث حصلت ما بينكم زمان، فلما الظروف تبعدكم تفتكرها بينك وبين نفسك وتدعي لهم من قلبك. علشان كده اخلق لحظات جميلة تسعد بيها نفسك وتسعد بيها الناس اللي حواليك. اخلق لحظات تفتكر فيها حبايبك وهم كمان يفتكروك، لحظات تدعي فيها لكل اللي حبايبك وهم كمان مش هينسوك. وقول يا رب. همسة القلب.